كلنا بقينا عارفين فوائد الجلايكوليك اسيد اللي من اول فروة الراس لحد القدمين حرفيا بنستخدمه لتفتيح وتنعيم كل حاجة. بس اكيد مش هنشتريه ب1000 جنيه او ب1500 جنيه. طيب هنعمل ايه؟ هنحل الموضوع ده ازاي؟ انا هجيب لك الحل. عايزه اشتري حاجه بسعر اقل وعايزاها تديني افكت زي المستورد ويمكن احسن كمان. هنا بقى يحضر المصري المعروف بقوته وبجبروته. اخيرا قد حضر العو، وفلورش نزلوا لنا الجلايكوليك اسيد تونر، تقشير للبشره، تفتيح تصبغات، انتي ايجينج، ويخلي سطح البشره ناعم. مش مجرد تونر، لا انت ممكن تستخدميه زي السيرم بالظبط، لان هو فيه 7% جلايكوليك اسيد. بس كده لا، ده فيه 3% سنتلا، ولما اقول لكم سنتلا يعني سنتلا بجد مش مجرد دعايه. 7% ورد دمشقي مشهور جدا وموجود في اكتر البراندز اللكجري. 2% نايسيرمايد و2% هايلورونيك اسيد. يعني هو بيعمل لك جنتل اكسفوليشن، كمان هيهدي البشره، غير الجليسرين وغير الصبار. من الطف واحلى المقشرات اللي انت ممكن تستخدميها لبشرتك، اللي ترجع النضاره لاي مكان انت هتحطيها فيه. استخدميه قبل الشاور على فروه راسك عشان يعالج القشره. طبعا هتستخدميه على بشرتك، على اندر ارم نظيف علشان تقللي ريحه العرق، وكمان تفتحي المنطقه وتشيلي اي جلد وز موجود فيها. بتنعمي الركب والاكواع والساق. عنايه القدم ان انت تمسحي بيه رجلك واصابع الرجل. عقل الغم مش هتستغني عنه لان فوائده كتيره جدا، مش هيزعل محفظتك زي البرودكتس التانيين. كمان عندنا خصم، في بعض الخصم انتوا مش هتتخيلوا سعره هيكون ايه. سيب لكم في الكابشن طريقه الاستخدام.